المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الرئيس السياسي يهنئ الرئيس الصيني باليوم الوطني. إحياء اليوم العالمي للسياحة في كرن. وإحياء اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلاب. المجلس العسكري في النيجر يعلن مقتل 12 جنديا في هجوم. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان. ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة أرو 3 الصاروخية. أهلا بكم مشاهدينا. بعث الرئيس سياس أفورقي برسالة تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية. وفي رسالته الخطية التي بعثها نيابة عن شعب وحكومة إريتريا، أعرب الرئيس سياس عن أطيب تمنياته للرئيس شي والشعب الصيني بأكمله. وقال الرئيس سياس أفورقي أن الوقت الحاضر هو وقت حرج، حيث يشهد مولد نظام دولي جديد ومتوازن يضمن السلام الدائم والاستقرار والازدهار على أساس العدالة والقانون، من خلال تصحيح المسارات الصعبة لقوى الهيمنة على مدى العقود الماضية. وأضاف أن دور ومساهمة جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ أمر بالغ الأهمية. وعرب الرئيس سياس عن إيمانه الراسخ بأن العلاقات الثنائية الدافئة بين إريتريا وجمهورية الصين الشعبية سوف تنمو وتتطور دوما. وفي الختام أعرب عن تمنياته للرئيس شي جين بموفور الصحة ولجمهورية الصين الشعبية بالنصر والسلام. وجه قسم السياحة في إقليم عنسبة في مناسبة إحياء اليوم العالمي للسياحة التي نظمت في كرن، وجه دعوة لتعزيز دور المرافق الخدمية لاستغلال جيد للموارد السياحية. وأوضح المدير العام لقسم السياحة في الإقليم السيد سالم علي فوائد الموارد السياحية الطبيعية والصناعية في إقليم عنسبة على الدخل القومي الخاص والجماعي. وقال رئيس جمعية مقدمي الخدمات في إقليم عنسبة السيد فقري يسوس برهاني أن الجمعية ستبذل الجهود اللازمة لجعل مقدمي الخدمات أكثر جاذبية وضيافة للزوار من خلال تقديم المحتوى والضيافة والاستقبال الحسن. وأضاف أنه من المهم لمقدمي الخدمات زيادة مساهمتهم في التنمية الخضراء. وفي كلمته الختامية ذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هايليت ولد برهان أن السياحة مصدر للدخل الاقتصادي وانعكاس لصورة البلاد والمجتمع. تم في 29 من سبتمبر الجاري في أسمرة إحياء اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلاب تحت شعار الصحة للجميع. حضر المناسبة التي تنظم للمرة 17 على مستوى العالم والمرة 7 على مستوى البلاد، حضرها خبراء البيطرة في وزارة الزراعة وممثلو وزارة الأراضي والمياه والبيئة والإدارات ومنظمات الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية. وقال مدير قسم صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة الدكتور يوناس ولدو في المناسبة أن مناسبة اليوم العالمي لداء الكلاب يتم إحياء هذا العام لتعريف المجتمع بالتطعيم الإجباري للكلاب والتخلص من الكلاب الضالة والحصول على الرعاية الصحية لعضات الكلاب. وأوضحت مسؤولة الرعاية الصحية البيطرية السيدة مرهاوي التسفاي في المناسبة أوضاع داء الكلاب على مستوى العالم والمنطقة والبلاد والحياة البرية وأنشطة التحاليل الطبية ومكافحة داء الكلاب في الإقليم الأوسط عامة والسيطرة على الكلاب الضالة خاصة. ودعا المشاركون بدورهم لتوسيع التطعيم قبل الإصابة بهذا الداء، خاصة للخبراء العاملين في المكافحة، والقيام بأنشطة سيطرة منتظمة والسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والعمل لإقامة مخازن تبريد للتطعيم في جميع العيادات. وأوضح المدير العام لقسم التنوع الزراعي في وزارة الزراعة السيد سماري أملسون في ختام المناسبة أهمية اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلاب للتعريف والوعي، داعيا لوجود تنسيق بين شركاء العمل المعنيين وإيجاد وسائل تكنولوجية جديدة للتخلص من الكلاب الضالة وتقوية العلاقة مع وزارة الصحة لمكافحة داء الكلاب والعمل الجاد لتنفيذ الآراء المقدمة. ويدعو الخبراء على تطعيم الكلاب أو يدعون إلى تطعيم الكلاب لكون داء الكلاب مرض قاتل والتخلص من الكلاب الضالة والتوجه بعجالة إلى المؤسسات الصحية لعلاج عضات الكلاب.
قامت جمعية بودهو الوطنية التي تؤطر المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بإلقاء محاضرة حول طرق الوقاية من المرض لسكان مدينة مندفرة. وفي السمينار الذي عقد في 25 من سبتمبر الجاري وحضره أكثر من 800 شخص، أوضح رئيس جمعية بودهو فرع الإقليم الجنوبي سيد وهانس أفورقي الوضع الحالي لفيروس نقص المناعة المكتسبة على المستوى الوطني ومستوى الإقليم الجنوبي، بعد أن شرح العواقب الجسدية والنفسية للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في الأسرة. نصح المواطنين بممارسة الإجراءات الوقائية المعتادة، وأي شخص يشتبه في تعرضه للإصابة بإجراء فحوصات عاجلة لتجنب المضاعفات. أوضح أن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الحكومة لمرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة تساهم بشكل كبير في إطالة عمر المرضى، مشيرا إلى أن انضمام المصابين إلى الجمعية يمكنهم من الحصول على الدعم المعنوي وتلقي الأدوية. واعتبر المشاركون أن المحاضرة تنمي المعرفة والوعي، مذكرين بضرورة تنظيم محاضرات مماثلة تستهدف الشباب والطلبة. تلقى 202 شابا بينهم 139 امرأة من إقليم العنسبة تدريبا مهنيا، وتضمن التدريب الذي امتد من 3 إلى 6 أشهر تقانة الكمبيوتر والتصوير والجرافيكس وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومد الكهرباء والمونتاج وتصفيف الشعر والمكياج والطبخ وأعمال الفخاريات. كما تلقى 15 منهم تأهيلا في إدارة المرافق التجارية للفخاريات. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة سيد الزازي برخ التآب في مراسم التخريج في 26 من سبتمبر الجاري في مدينة كرن المتدربين إلى تطوير التدريب الذي حصلوا عليه من خلال العمل التطبيقي. وذكرت مسؤولة المشاريع في الفرع السيدة شاملة قبركدان أن المشروع يعمل بجدية لمعرفة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشباب وتدريبهم مهنيا لتحسين حياتهم المعيشية. وشكر مدير عام قسم السياحة في الإقليم السيد سالم علي في كلمته الختامية الاتحاد على استثماره في تنمية قدرات الشباب، وحث المتدربين على وضع المعرفة التي اكتسبوها موضع التنفيذ. يقوم سكان ضاحية باتكلا بحفر قناة بطول 3 كيلومترات لمد أنابيب المياه لحل مشكلة مياه الشرب النظيفة. وقال مدير الضاحية السيد منقس ولدو لوكالة الرنا أنهم يقومون بعمل فعال مع 170 عاملا يوميا، مشيرا إلى الخطة الموضوعة لبناء خزان مياه بمجرد الانتهاء من هذا العمل. وذكر السكان عن أملهم أو أوضحوا أملهم لانتفاء مشكلة المياه بعد اكتمال المشروع الذي يضخ بالطاقة الشمسية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 7 جنود في هجوم بغرب النيجر شنه مسلحون، فيما قضى 5 آخرون في حادث ثير في أثناء عملية التدخل ردا على هذا الهجوم بحسب ما أعلن وزير الدفاع. وقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي وقت سابق قالت 3 مصادر من بينها ضابط برتبة كبيرة لرويترز أن 10 جنود على الأقل قتلوا، ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقال بيان وزارة الدفاع أن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. قتل وأصيب العشرات في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر في باكستان. ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين. واستهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان، وأسفر عن مقتل 52 قتيلا وفقا لمسؤولين باكستانيين. ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد في منطقة هونغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر، وخلف 4 قتلى و5 جرحى بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر رسمية باكستانية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد إن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هونغو.
وقعت ألمانيا وإسرائيل خطاب التزام بشراء برلين منظومة آرو 3 الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية التي يمكنها تدمير الصواريخ المعادية على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي. ووقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في برلين إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام الدفاع الصاروخي آرو 3 الإسرائيلي. وقال بيستوريوس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي أن التوقيع على الاتفاق يعد يوما تاريخيا بالنسبة للبلدين، وتهدف صفقة آرو 3 إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة. حثت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي وتخريب السلام في المنطقة. وأدلى المتحدث تشيان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري عندما طلب منه التعليق على استخدام البحرية الفلبينية لزورقي دورية تبرعت بهما الولايات المتحدة لزيادة الدوريات في بحر الصين الجنوبي المتوتر بالفعل. وسيقوم زورقاء الدورية بمهام تشمل مرافقة السفن المستأجرة لتوصيل الإمدادات إلى منطقة ريناي المرجانية مع سفن خفر السواحل الفلبينية وفقا لما ذكره مسؤولون فلبيون في تقارير إخبارية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. اليوم العالمي للسياحة في كرم. إحياء اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلاب. المجلس العسكري في النيجر يعلن مقتل 12 جنديا في هجوم. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان. ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة آرو 3 الصاروخ. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.